أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوج رقم 2. اليوم راح نشارك معاكم الويكند اللي تعايلي كامل الأمهات بدون استثناء شاب راسهم فيه. أي نعم، ويكند الامتحانات، ودخلنا على أسبوع الامتحانات. بالتوفيق جميع الأطفال كبار وصغار. وصلنا لوقت الجد، ووقت اللي يخدم يلقى، ووقت اللي يحفظ يلقى. وكما تعرفوا الأغلب الأمهات في مع هذا الجيل بعيشوا بسلامته وراهم يعانيوا من أحفظوا لا تحفظوا. أي نعم، بما أنه الجيل اللي قبل كان ما شاء الله، وكان في المستوى اللي هو الجيل اللي نقولوا له احنا الجيل الذهبي، الجيل اللي تابر، الجيل اللي قرأ أغلبيته قاري ما شاء الله، الجيل اللي طور، الجيل اللي خلى التكنولوجيا توصل إلى مراحل متقدمة، والعلم والعلوم يوصل إلى تطور كبير. وهذا الجيل ماذا بيه ولادو تاني يكونوا في المستوى. بصح هل يا ترى راحين يكونوا في المستوى؟ احنا نتمناو هذا. هنا راني نشارك معاكم روتين الصباح. انا كنت نطيب في الغداء، اعذروني هذا اللي باش ما نزيدش نعاودها، ما نصورش بيدي سورتو اللقطات اللي راني نحرك فيهم. اي نعم، عليك اليوم شويه الفيديو كان يتحرك، نعتذر منكم. وهنا كما جميع الأمهات راني نخدم شوية، نحفظ شوية، يد هنا يد هنا، اللي يقول لي أحكم لي نحكم له. هكا أنا زوج يقراو، مهمة ماهيش سهلة. الله يقدر اللي عندها 3 يقراو، اللي عندها 4 يقراو، الله منها. زوج يقراو والغيرة واحكم لي يا ماما هسمعوا معي. وحاتنا على الإحسان إلى الجيران. المهم نساعدوهم بالشي اللي نقدروا عليه، هذا واجبنا. وهنا رحت نفرز المبعثرات اللي راهم يخليوهم اغوشي ادروات بعيشهم كل يوم وكل نهار فيه جديد، وفي كل دقيقة وكل ثانية. ما يغركمش المنظر، يعني ما همش هادو اشياء تاع كيما نقولوا باتوا هنا، هادو اشياء في اليومية المتداولة في لاجورني كاملة، يعني مش الصباح بركينا خدمة تاع المال. لا 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 لا. اللي عندها أطفال راهي فاهمة مليح واش راني نهدر واش راني نقول، وربي يخليهم لنا ولمهم افيك بليزير يعني كامل. انا راني نلم في الالعاب اللي بنتي بعثرتهم في الصالون، يجيبوهم من بيت البيت، يمشيوا في البيت في الكولوار. راكم راح تشاهدوا الطرابق الأحذية ما همش يحكموا حتى بلاصة، يتجبدوا كل، يمشيوا في المنزل الكل، السرير يمشي، لقطاوات يمشي، عادي هذو عادوا موجودين في كل مكان. وهنا من وقت لوقت انا حبيت نضحكم، راني نطبطب عليهم الكلمة الشهيرة مشيو تقراو وهما يهربوا. مشي تحفظ؟ نعم. زعل هذا ما كنتي تاكل السكيتش اللي يصرى في كل دار، ما تقولوا ليش ماها. وانا قلت له خليني ننظم المطرح، عندي مشكله، هذا مطرح جديد جبته جديد، بما انه ضفت بونكات جديد في البيت اللي منهين النور، دينا لها المطرح اللي كان موجود في الصالون، شينا مطرح جديد. وهنا انا ما حبيتش نحي له الغلاف على حتى نشري له اللي يغطي. دوك نوريكم المطرح الثاني، حتى نشيلو البلاستيكه هذيك من الفوق تغطيه باش هكا نحمي ديما المطرح تاعي يكون نظيف. وما شاء الله بما انه نهار حفيظه وجامي ابدا ولا ممكن يعاوني في الدار باش ما يحفظش، بيان سور نعاونك ماما، نصور معاك، نفرز معاك، لما لا. قلت له تفضل على بالي فيه راهو يلهط على حاجه، المهم ما يحفظش. ناكل نشرب وتعالي هذا سكتش يعني عندكم كامل. هذا الفيلم هذا هو وقته. لا علينا، هنا رتبت شوية الدنيا، شطبناها مسحناها، هكا ولات الدنيا عنا نقيقية.
الله الله كيما يحب القلب لمدة دقائق وثواني برك. هنا نور جات من الروضة، وهذا اللقطات راهي لقطات كيما نقولوا في غير اليوم. جات قبل هذا كان يوم الخميس، حبيت نصوره لكم. جات من الروضة كيما شفتي وعندها حبر على يديها. هذا للأمهات اللي راهم خايفين من اللقاح. يا جماعة ما تستهانوش باللقاح، ديروا لولادكم. انا تاع الروضة قالوا لي الا حبيتي دير لها جيب الكارني سونتي تاعها، قلت لهم اكيد راح نحيو عليا تعب كبير، ماذا بيا دير بنتي ندير اللقاح تاعها باش هكا تكون في امان. قالك الوقاية خير من العلاج. ما فهمش امهات بزاف متخوفين من اللقاح، جامي في حياتنا خافنا من الفاكسين، بالعكس كنا نديروها وكانوا يديروها لنا والدينا من بكري. يعني ما فهمتش على الخوف، بالعكس حماية لولادكم. ومشكورة بلادنا اللي راهي وفرت لنا اللقاح وراهي مهتمة بأطفالنا. وهذا نداء لجميع الأمهات. أنا على السريع درت لهم كما نقولوا لمجة باش اللي يقول جات كاين واش ياكل البانكيك. راح نشارككم الوصفة بإذن الله في الأيام المقبلة. إلى حبيتوا خليوا لي في تعليقكم. وكجميع الأمهات بما أنه رانا نحفظوا مع أولادنا، فكان العشاء بسيط جدا. درت لهم شوية تاع فريت وشوية بيض مقلي وشوية سلطة وهكا تعشينا. إذا كان هذا فلوق سريع، نتمنى يكون نال إعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكا ليصلكم كل جديد. نلقاكم في فيديو مقبل إن شاء الله.